تعرفوا بقى ان عمر الشريف ورشدي أباظة كانوا ساكنين في نفس العمارة؟ امان عليكي يا ياسمين تصوري العمارة بتاعة فيلم بين السماء والارض، وليها ذكريات تحفة عندي. استاذ محمد السيد كتب لي الكومنت ده، والحقيقه ان مش استاذ محمد بس هو اللي طلب الطلب ده، لا ده ناس كتير طلبت مني المكان اللي اتصور فيه فيلم بين السماء والارض، والنهارده انا جبته لكم. ومش بين السماء والارض بس، لا ده انا هقول لكم على افلام تانية حبيناها جدا والمشاهير اللي كانت ساكنه في العماره دي. بجد فيديو النهارده جامد جدا. اعملوا بقى اللايكات الحلوه بتاعتكم ويلا بينا نحكي الحكايه. عماره ليبان في الزمالك اشهر عماره سكنيه واكبر تقريبا عماره سكنيه موجوده في الزمالك، شارع ام كلثوم على النيل على طول. العماره ما شاء الله كبيره جدا وفعلا ضخمه قوي، ومن جوه هتلاقوها 4 عمارات في بعض وليها مدخلين، وكل مدخل ليه 3 اسانسيرات. كنت اتكلمت عن تاريخ العماره دي في حلقه قبل كده، بس النهارده هنقول الافلام وهنحكي حكايات واسرار عن المشاهير اللي كانوا عايشين في العماره دي. مبدئيا كده فيلم بين السماء والارض اتعمل سنه 1959 واحداثه كلها بتدور جوه الاسانسير، بس الاسانسير ده كان معمول في استوديو عشان طبعا كانوا يعرفوا يصوروا جوه الاسانسير، فعملوا الاسانسير ديكور جوه الاستوديو. والفنانه هند رستم بتدخل جوه العماره هي والكلب بتاعها، كان برضو المشهد متصور قدام العماره هنا وهي طالعه على السلالم. المشاهد اللي بيجري فيها البوليس جوه العماره دي برضو كانت متصوره جوه العماره. السطوح برضو كان متصور في عماره ليبان. كل احداث الفيلم كانت متصوره في العماره ما عدا المشاهد بتاعه الاسانسير. الفيلم ده كان من قصه الاديب الراحل نجيب محفوظ من اخراج صلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف ده بقى انا قلت قبل كده لما كنت في عماره الايموبيليا جات له فكره الفيلم لما اتحبس جوه الاسانسير. اتحبس جوه اسانسير عماره الايموبيليا اللي في وسط البلد، فنفذها على الواقع. وبصراحه الفيلم كان جميل جدا رغم ان هو احداثه بتدور جوه اسانسير، ولكن الفيلم كانت قصته رائعه وكانت فكره جديده ان احداث فيلم تدور جوه اسانسير. بس المشاهد الخارجيه والمشاهد فوق السطوح كانت قليله بالنسبه للاحداث اللي احنا شفناها جوه الاسانسير، وكان وراه فكره حلوة جدا. وفيلم تاني حبيناه جدا اتصور برضو في العمارة دي، او مشاهد قليلة جدا اللي اتصورت هنا، وهو فيلم عروس النيل. فاكرين؟ هاميس ارجعي يا هاميس. هاميس عودي يا هاميس. الفيلم كان من بطولة رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز اللي هي هاميس اللي هي كانت عروس النيل في الفيلم، وشويكار وعبد المنعم إبراهيم وغيرهم كتير من الممثلين. هنا بقى كان المفروض شقة رشدي أباظة، ولكن الشقه برضو كانت في استوديو. المشاهد الخارجيه بس، والشويكار بتنزل من التاكسي وداخله العماره علشان تطلع لشقه رشدي أباظة، وكذلك الفنان عبد المنعم ابراهيم برضو ليه مشهد وهو داخل جوه العماره. في الحقيقه بقى ان رشدي أباظة فعلا كان ساكن في عماره ليبان، كان ساكن لما كان متجوز الفنانه ساميه جمال. قبل رشدي أباظة كانت ساميه جمال متجوزه واحد امريكي وانفصلت عنه، وبعد ما انفصلت عنه اتجوزت رشدي أباظة لمده 18 سنه. كانوا عايشين في العمارة دي، كانت شقتهم في الدور الثاني، كانت هي من أوائل الناس اللي سكنت في عمارة ليبان. حصلت هنا طبعا بينهم مشاكل كتير وقرروا الانفصال كذا مرة، ولكن رشدي أباظة كان برضو بيصمم ان هو يكمل مع الفنانة سامية جمال. من ضمنهم الفترة اللي اتجوز فيها صباح وهم بيمثلوا فيلم في بيروت. سامية جمال لما عرفت الخبر كانت مصممة على الطلاق، ولكن رشدي أباظة بعد جوازه بيوم واحد من الفنانة صباح طلقها وفضل مع سامية جمال، لكن في الاخر برضو انفصلوا ومشي رشدي أباظة من العمارة، وفضلت سامية جمال مكملة في العمارة دي لحد ما توفت. اتصور هنا كمان فيلم انا بعشقه مستحيل مهما جه ان انا ما اتفرجش عليه، فيلم حكاية العمر كله بطولة الجميل فريد الأطرش واحمد رمزي وفاتن حمامه وليلى فوزي. في الفيلم كان المفروض ان شقه فريد الأطرش موجوده في عماره ليبان، والمشاهد اللي اتصورت هي المشاهد الخارجيه فقط. برضو الشقه ما كانتش شقه موجوده في عماره ليبان، اللي هو فريد الأطرش داخل العماره خارج منها بس كده. لكن في الحقيقه برضو كان فريد الأطرش وفاتن حمامه وليلى فوزي كان ليهم شقق في عماره ليبان. هنتكلم الاول عن فريد الأطرش. فريد الأطرش كان عايش في العماره دي في شقه ايجار قبل ما يبني العماره بتاعته اللي انا صورتها لكم قبل كده وعملت عنها حلقه، كانت حلقه جميله جدا، والعماره بتاعته فعلا تحفه، كانت في الجيزه على النيل على طول. واضح ان هو كان بيحب يسكن على النيل لان برضو عماره ليبان على النيل على طول. اما الفنانه فاتن حمامه فعاشت هنا في الدور ال 12 اللي هو اخر دور. عماره ليبان بتتكون من 12 دور بس بس هي على النيل على طول زي ما قلت لكم،
وهي كانت عايشه في الدور ال 12 في شقه دوبلكس، عاشت فيها سنه 1958. اتجوزت فيها من المخرج عز الدين ذو الفقار وخلفت منه بنتها ناديه، وبعد فتره من زواجهم انفصلوا، وبعدها بفتره اتجوزت الفنان عمر الشريف وكانت ساكن معاها هنا وخلفت منه ابنها طارق. يعني عمر الشريف كمان كان ساكن هنا. عمالقه الفن كانوا ساكنين في العماره دي فعلا. الناس هنا في المنطقه كانوا بيسموها بعماره المشاهير. المهم يا سيدي انفصلت عن الفنان عمر الشريف، بس فضل ابنها طارق وبنتها ناديه معاها في نفس العماره، واتجوزت بعد فتره من الدكتور محمد عبد الوهاب، وفضلوا عايشين هنا لحد اواخر التسعينات. بس فاتن حمامه كانت من اعضاء مجلس اداره العماره، وكانت دايما بتحل مشاكل العماره اللي بتواجه السكان. هي كانت عايشه في اخر دور وكل حاجه، بس كانت لما بيعطل الاسانسير كانت بتقعد عند مامتها هنا، برضو كانت عايشه في الزمالك لحد ما الاسانسير يتصلح. اما بقى عن الفنانه ليلى فوزي الجميله قمر الامارات، الفنانه تحسوها كده شيك قوي في نفسها وحاجه كده جميله. حتى مريم فخر الدين الله يرحمها كانت بتقول عليها ان هي ما تقدرش تبقى زي ليلى فوزي، لان هي جميله جدا في كلامها ورقتها وحواراتها، كانت بتبقى هانم. ده حتى في فيلم الناصر صلاح الدين كان اسمها فيرجينيا جميله الجميلات، ومن ساعتها اخذت اللقب ده وكانت مشهوره بيه في الوسط الفني وبين الجمهور ان هي فيرجينيا جميله الجميلات. وفي الاربعينات مجله امريكيه صنفتها ان هي من حسنوات عصرها. ليلى فوزي اتجوزت في حياتها 3 مرات، الاول من المطرب عزيز عثمان، وبعد كده من الفنان انور وجدي، وبعد انفصالها من الفنان انور وجدي جت عاشت هنا في عماره ليبون واتجوزت فيها الاذاعي الكبير جلال معوض، وعاشوا فيها لحد ما توفى. عاشت هنا في الدور الاول سنه 1955. اتصور هنا كمان فيلم رجل فقد عقله. الفيلم ده لذيذ لذاذه وانا بحبه حب وكان فيه كاست عمل خطير ما تتوقعش انه يطلع منه الكوميديا دي كلها. فريد شوقي وعادل امام وكابتن اكرامي وكريمه مختار. اهو كابتن اكرامي ده بقى اللي ما كنتش تتوقع انه ممكن يكون دمه خفيف في الفيلم اصلا. المفروض في الفيلم ان الشقه كانت في عماره ليبون، لكن برضو في الحقيقه الشقه كانت استوديو، والمشاهد الخارجيه بس هي اللي اتصورت في عماره ليبون، وكانت مشاهد بسيطه جدا. مشهد لفريد شوقي وهو جوه العمارة عند الأسانسير، مشهد وهو خارج من العمارة، بس هي دي المشاهد البسيطة اللي ظهرت فيها العمارة في الفيلم. عاش هنا كمان الفنان محرم فؤاد. محرم فؤاد اتجوز في حياته كذا مرة وكلهم كانوا جميلات. أول زوجة كانت الفنانة تحية كاريوكا، بس زواجهم ده ما استمرش كتير وانفصل، وبعد كده اتجوز من اللبنانية ماجدة بيدون، ودي اللي أنجب منها ابنه الوحيد طارق. بس محرم فؤاد اتجوز عليها في السر، ولما عرفت انفصلت، وبعدها اتجوز من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وبرضه جوازهم ما استمرش وانفصلوا. وفي نهاية السبعينات اتجوز من الفنانة عايدة رياض، وبرضه انفصلوا كتير قوي كده بصراحة، بس الحمد لله. واخيرا اتجوز الزوجة الاخيرة المذيعة منى هلال، وعاشت معاه في عمارة ليبون لحد ما توفى سنة 2002. نيجي بقى لمسك الختام وحبيبة قلبي الفنانة شريهان. انا بحبك جدا جدا. انتي طفولتي اصلا. عاشت هنا فتره طفولتها مع والدتها واخواتها الاثنين الفنان عمر خورشيد وجيهان خورشيد سنه 1965. عاشت في عماره ليبون في الدور التاسع. بعد زواج عمر خورشيد اتنقل لشقته في المهندسين، بس قبل ما يتوفى بيوم اخته جيهان كلمته وقالت له انت وحشني وعايزه اشوفك، وفعلا جالها هنا قدام العماره ونزلت وشافته وسلمت عليه. وجيهان ساعتها قالت ان هو كان بيبص للعماره كانه بيودعها، وان هو اليوم ده كان جميل جدا. وبعدها بيوم بالظبط توفى عمر خورشيد سنه 1981 رحمه الله. وفي سنه 1986 توفت والده شريهان، وفضلت شريهان عايشه في الشقه بتاعتها، واشترت كمان شقه في الدور الرابع، وبقى عندها شقتين تمليك. وعايزه اقول لكم ان فنانه شريهان الوحيده اللي كان عندها شقه تمليك في العماره، اما باقي الفنانين كلهم كانت شققهم كلها ايجار. المهم بعد فتره طويله من عيشتها هنا انتقلت للقصر بتاعها في المنصوريه. شريهان برضو كانت صورت فيلم هنا، مش عارفه ممكن تعرفوه ولا لا لانه ما جاش كتير، اسمه فيلم يوم حار جدا، كان من بطولتها وبطولة الفنان محمود حميدة ومحمد فؤاد. اتصور مشاهد في مدخل العمارة والأدوار، وأعتقد إن شقة شريهان في الفيلم دي كانت شقة حقيقية في العمارة، وبرضو دي كانت الوحيدة في الأفلام اللي أنا قلتها كلها تعتبر شقة حقيقية مش ديكور. شريهان كانت معروفة إن هي في رمضان كانت دايما بتعمل موائد رحمن في حديقة العمارة، ولحد الآن شريهان بتعمل موائد الرحمن بس في الشارع اللي جنب العمارة هنا، وبنتها كمان هي اللي بتشرف على المائدة بنفسها. بجد فنانة جميلة، وأنا بحبك جدا جدا جدا. يا رب الفيديو ده يوصلك
وتعرفي انا بحبك قد ايه. وبس كده توته توته خلصت حواديت العماره. اكيد الفيديو النهارده جامد جدا وانا شطوره جدا جدا، ما تنكروش. لايكات كتير بقى وفولو شير عشان غيركم يستفاد، واستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، سلام.